سايق البلة هدي، ليا في بلك هجينة، للبحر قدرت أعدي ولا هي قدرت تجينا. معانا في حلقة الليلة من البرنامج فارس من فرسان الجوالة المجيدين. الحقيقة البرنامج بيشرف به لأول مرة، لأنه هو أصلا يعني من أسوان، هذا البلد الجميل والبلد الرائع. معانا ومعاكم الشاعر الجوال عادل بهنسي. أهلا بك يا أستاذ عادل. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الستار. أستاذ عادل بهنسي خريج كلية التجارة، وهو شاعر يكتب الفصحى والعامية وفن الواو والمربعات والمواويل وكل شيء، وهو أحد فرسان الأدب في مدينة أسوان هنا، يعني عضو رئيسي في المجتمع الأدبي. لكن الحقيقة أخذته الغربة مننا لفترة معينة، وأخيرا العود أحمد وعد لنا بالسلامة. وكان الحقيقة يعني نشكره على تفضله بتلبية دعوة البرنامج له، ونقول له أهلا بيك مرة ثانية يا حاج عادل. أهلا بأستاذنا وكبير الجوالين الأستاذ عبد الستار سليم. كل سنة وحضراتكم جميعا بكل الخير والحب والسعادة. هتسمعنا إيه النهاردة؟ عندنا مجموعة من فن الواو والموال. أنت بتكتب فن الواو والموال وشعر الفصحى وكله. نعم. وأعتقد ليك حاجات مطبوعة. في حاجات مطبوعة. أصدرت حاجة؟ نعم. في إصدارات. أصدرت كم كتاب؟ 7 إصدارات. 7 إصدارات. نعم. جميل. فيها عملتها هنا ولا برا يا حاج عادل؟ لا برا، كلهم برا. في من ضمنهم دراسة في الفنون الشعبية. نعم. من جزئين، فنون شعبية قولية وفنون شعبية حركية. عظيم. ده رصد ميداني ولا تنظير من عندك انت؟ تنظير من عندك. تنظير. رصد الميداني لم احظى به لبعدي عن مصر فترة طويلة. انت كنت في مغترب لمدة كام سنة؟ لمدة 23 سنة. 23 سنة. الحمد لله رجعت لنا بالسلامة. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. اهلا بيك. نعم. وبعدين عملت ايه؟ كان الفترة دي فعلا يعني افادتنا. طلعت اصدرت دواوين. نعم. واصدرت دراسات نعم. نعم. وكتبت شعر فصيح وكتبت نعم. شعر عامية وكتبت مواويل وكتبت نعم. فن واو. نعم. عايزين نسعد بفن الواو اللي كتبته، وجاء السادة المشاهدين يسعدوا معنا به. والله ده شرف لينا ان احنا نكون في حضرة استاذ وعالم كبير من اعلام فن الواو، واحد مؤسسي الحداثيين لهذا الفن. اكرمك الله. طبعا دائما زي ما حضرتك والساده المستمعين عارفين ان فن الواو بيبدا بالمديح. نعم. هو فن ارتجالي شفهي. نعم. فحنبدا بمديح الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وعلى فكره الناس اللي ابتدعوه كانوا اميين لا يقرؤون. نعم. ولا يكتبون. مظبوط. ومعظمهم هنا في جنوب الوادي في مصر الجوانيه. جنوب الصعيد. نعم. جنوب مظبوط. الصعيد او بيسموه الصعيد الجواني. زمان كانوا بيسموه الصعيد الجواني. نعم يا سيدي. بقول صلاة النبي مسك فواح. نعم. وعبير على الدنيا هامي. نعم. وعشان قليبك ما يرتاح زيد الصلاة على التهامي. الله. تاني يا سيدي تاني. صلاة النبي مسك فواح. نعم. وعبير على الدنيا هامي. نعم. وعشان قليبك ما يرتاح زيد الصلاة على التهامي. الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مش كل موازينها تنفع تتوزن بيها الجواهر، ولا كل من صلى يركع، ولا كل متوضي طاهر. مش كل موازينها تنفع تتوزن بيها الجواهر، ولا كل من صلى يركع، ولا كل متوضي طاهر. الله. مش كل موازين تنفع، ولا مش كل موازينها تنفع. مش كل موازينها تنفع. مش يعني كل موازينها بتنفع. نعم. ايوه. مش كل موازينها تنفع. في اللهجة احيانا المستمع بيعتقد شيء غير الجوال بيقول. الوصل والقطع. ايوه بالضبط. الوصل والقطع. فلما اقول مش كل موازينها تنفع مش كل موازينها تنفع. نعم صحيح. وتنفع مش كل موازينها تنفع. صح. احنا عايزين الجواك انت ايه. مش كل موازينها تنفع. مش كل موازينها تنفع. مش اي ميزان هينفع يعني. نعم. مش كل ميزان هينفع. نعم. ما تكملوا. مش كل موازينها تنفع تتوزن بيها الجواهر. نعم. ولا كل من صلى يركع، ولا كل متوضي طاهر. الله. نعم. يا ابو قدر عالي بالاخلاق
دنيا وربك خلقها، نعم. فيه ناس سترها بالأخلاق وناس فضحها في خلقها. تاني. يا أبو قدر عالي بالأخلاق، دنيا وربك خلقها، فيه ناس سترها بالأخلاق وناس فضحها في خلقها. الله الله. ده من قبل المقفول. أن نصل إلى تفسير هذا المربع أو تفسير بعض المفردات فيه، نذهب إلى فاصل ونعود مع الجوال عادل بهنسي. قالوا فلانة دي لفلان والنخل مكسي بليفو. قالوا فلانة دي لفلان والنخل مكسي بليفو. أحلف ما قلب الولي فلان إلا لندهة وليفو. الله. نعود إلى الجوال الكبير عادل بهنسي اللي نستمتع معاه بمربعاته الجميلة. نرحب بك مرة ثانية يا حاج عادل. أهلا بحضرتك أستاذنا الكبير. الله يحفظك. نسمع كده بعض المربعات الأخرى. يا أبو قدر عالي بالأخلاق. أيوة. دنيا وربك خلقها. نعم. فيه ناس سترها بالأخلاق وناس فضحها في خلقها. جميل. عايزين نفصل الأخلاق والأخلاق. أخلاق الأولى يا أبو قدر عالي بالأخلاق، بالأخلاق الأخلاق الحميدة اللي هي الأخلاق المعروفة يعني. دنيا وربك خلقها. أبو قدر عالي بلا أخلاق ولا بالأخلاق؟ بالأخلاق. بالأخلاق للتخفيف طبعا. بالأخلاق. نعم. جميل. في ناس سترها بالأخلاق، بلا خلق. بلا هدوم. نعم. بلا ملابس. وناس فضحها في خلقها، وناس فضحها وهي لابسة هدوم. جميل جميل جميل. وهي لابسة خلقها يعني فضحها وبالرغم ان هي بتحاول تتستر. الله. نعم. الله. جميل. جميل. نعم. يا عين ودمعك ملدين وسنين كساتك فدينا. ليه على القرايب ملدين لو حتى بالروح فدينا. جميل. ده جميل. تاني. يا عين ودمعك ملدين وسنين كساتك فدينا. نعم. ليه على القرايب ملدين لو حتى بالروح فدينا. نفسر بقى الجنسات ونفسر معنى المربع. يا عين ودمعك ملدين ملا الدن. الدن الوعاء الخشبي اللي كان بتعتق فيه الخمور زمان. لا وانت الصادق برضو زمان كان عندنا عصاصير القصب، عصارات. نعم. القصب في نجي حمادي قصب كثير هناك. فكانوا بعد ما يغلوا العصير القصب وتتبخر الماء اللي فيه وتحول لعسل، يقوموا ناقلين العسل ده في الأواني اللي هي الدن الكبير. الدن الخشبي. يعني الدن، لا ده دن من الفخار. من الفخار محروق الدخان زي البلاص بالضبط، بس بشكل الدن. الدن بتاع الخمور له شكل معين. له شكل معين خشبي. لكن الدن ده عامل كده انسيابي فاسمه برضو الدن. هذه المعلومة يعني. الدن اللي قال عليه الأستاذ عادل دن الخمور، والدن اللي أنا قلت عليه دن العسل، لكن أفضل لنا دن العسل. صح؟ العسل. بس هي عشان فيها دم خليه دن الخمور أحسن. ماشي يا سيدي. نعم تفضل. وسنين كساتك فدينا. سنين كساتك في إيدينا. كاساتك هنا جمع كاس. نعم جمع كاس. نعم. نعم. ليه على القرايب ملا الدين. ليه على القرايب مش عاجبين. مش للدين. مش للدين. مش للدين عليهم يعني. مش عايبينهم. لو حتى بالروح فدينا. لو حتى بالروح فدناهم. الله الله الله. لا قول تاني المربع الجميل ده. الله يبارك في حضرتك. نعم نعم. يا عين ودمعك ملا الدين وسنين كاساتك فدينا. ليه على القرايب ملا الدين لو حتى بالروح فدينا. لعل السادة المشاهدين شايفين الصور البيانية اللي في المربع. يعني لما يقول وايام كساتك فدينا، مش كده برضو؟ وسنين كساتك. وسنين كساتك او ايام كساتك. يعني شوفوا الصورة، صنع من الايام او السنين كاسات، او صنع كاسات للسنين. وبعدين الدمع لما يملى الدن ده دمع ايه ده؟ ده دمع ما ده يدل على فعلا الوضع المأساوي الخطير اللي عايش فيه المبدع. قولوا تاني كده المربع ده. يا عين ودمعك ملا الدين وسنين كساتك فدينا. نعم. ليه على القرايب ملا الدين لو حتى بالروح فدينا. يا سلام يا سلام يا سلام. القرايب بالذات يعني. يعني خدنا كل الدين على كل الناس او عاجبين كل الناس، لكن ما نعجبش القرايب. مظبوط. صحيح. جميل يا سيدي. ليه على القرايب ملا الدين
ولو حتى بالروح فدينا. نعم. نعم يا سيدي. سيبك من اللي يضرك وتعال أقول لك وفيدك، ما تبيعش بالبخس درك وتخلي الردية فيدك. ما تبيعش بالبخس درك. اصل انت قلتها مش باينه، انا عايزك تبين مخارج الحروف عشان نلد على الاستاذ اسماعيل الشيشيني مخرج البرنامج لانه بيقول يعني سيبك من اللي يضرك. أيوة. وتعال أقول لك وفيدك. ايوه. ما تبيعش بالبخس درك. أيوة. وتخلي الردية فيدك. الله، ضرك يعني جواهرك. نعم كده؟ نعم. وتخلي الردية فيدك في ايدك، يعني تفرط في الكويس وتخلي الردي مظبوط في ايدك. مظبوط. استاذ عادل بهنسي، دعنا نذهب الى فاصل ونعود. أمانة بحر النيل أنا جاي استفهم كلام منك، حبيبي ما جاش في هذا اليوم ملا منك، ده لونه أبيض ظريف في المعاني ويختش الملام منك. لو ما قلت ليش لهردم جروفك وانزح ميتك منك. يا بحر النيل يا بحر النيل، ادي البحر ابتدى يقول لي حبيبك جان في هذا اليوم فجاري، نازل يهز الفلك ومعبي الماء في الجاري. يا ليل هبت علي ام تجريح، لابسه الذهب والغواشي، ما كفايه في القلب تجريح، غيرك ما قلبي غواشي، غيرك ما قلبي غوى شي. نعود مرة أخرى إلى الجوال عادل بهنسي. وأنا الحقيقة كنت أعرف أنه الأستاذ عادل بهنسي مفاجأة بالنسبة للبرنامج، يعني هذا الجمال وهذا الإتقان في قول فن الواو، هذا لا يتوفر إلا للقليلين يعني. فبنرحب مرة تانية، أرحب باسمكم بالأستاذ الشاعر الكبير يبارك في حضرتك، عادل واحنا بهنسي. تلاميذك للنهاية يا أستاذ عبد الستار. سهلا بك. يبارك في حضرتك، الله يخليك. نكمل يا أستاذ عادل. احفظ مقامك يا مملوك، خليك على الكلمة حاكم، في الواو هزمنا يا مملوك، سلاطين عرب مش أعاجم. احفظ مقامك يا مملوك. نعم. المملوك اللي هو من المماليك. خليك على الكلمة حاكم، في الواو هزمنا ياما ملوك، سلاطين عرب مش أعاجم. نعم يا سيدي، يعني أرباب القوالة يعني. أرباب القوالة. أيوة يا سيدي. نعم. بربط فقولي وحله. نعم. قدك يا حلوة بليني، وحرام ربك لحله، بالشرع لو تقبليني. نعم نعم، جميل. تمام. تعبت هاتي وقل مين للدفة يعدل عوجها. نعم. يقولوا صخرة وقل مين، وفي لحظة ربك فرجها. فرجها. الله الله. يقولوا صخرة وقل مينا. وقل مينا. نعم يا سيدي. نعم. احذر يا مكرم الدون من قرصة الحي دافي. نعم. احذر يا مكرم الدون من قرصة الحي دافي، ولا يخدعك جلد مدهون، السم في جرابه وافي. الله. تاني. احذر يا مكرم الدون من قرصة الحي دافي، ولا يخدعك جلد مدهون، السم في جرابه وافي. يعني ايه؟ يعني ايه دي؟ يعني دي في التحذير من بعض الاشخاص اللي بيماشي واحد. أيوة. وبيصاحبه لدرجة الأمان. وهو تعبان. نعم. هو حي ملوش أمان. نعم. ولا يخدع جلد مدهون. دائما الإنسان الندل أو اللي ملوش أمان بيبقى ملمسه ناعم. نعم. لكنه ربى لو. جميل جميل. نذهب إلى فاصل ثم نعود مع الجوال عادل بهنسي. يا بحر النيل يا بحر النيل، أمانة بحر النيل أنا جاي استفهم كلام منك،
حبيبي ما جاش في هذا اليوم ملا منك، ده لونه ابيض ظريف في المعاني ويختش الملام منك. لو ما قلتليش لهردم جروفك وانزح ميتك منك. أستاذ عادل بهنسي، ليتك تختم لنا الحلقة بأحد مربعاتك الجميلة أو مواويلك أو ما تراه، يعني ما تراه جاهزا. بتفرح مع الندل وتهيص على عشرته لسه باقي. نعم. بتفرح مع الندل وتهيص على عشرته لسه باقي. نعم. من عالي نخلك جنيت صيص وانت اللي رطبك سباقي. ثاني. بتفرح مع الندل وتهيص على عشرته لسه باقي. من عالي نخلك جنيت صيص وانت اللي رطبك سباقي. من عالي نخلك جنيت صيص. الصيص البلح اللي هي ملهاش قيمة الصغيرة. البلح اللي بيقولوا البلح كدب بقي صيص. بقي صيص. نعم. وانت اللي رطبك سباقي. انت اللي رطبك بيسبق سباقي. السباقي في كل حاجة. السباقي في كل حاجة. السباقي في كل حاجة اللي هي بواكير الثمار وبواكير الإنتاج. حقيقة احنا مستمتعين مع الأستاذ الشاعر الجوال الكبير عادل بهنسي. شكرا لك يا استاذ عادل، نتمنى نلتقيك في حلقة ثانية وثالثة ورابعة. شكرا لك. شكرا لحضرتك.